أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. رئيس إسياس أفورقي يقوم بزيارة من جمهورية مصر العربية. دعوة لدفع المستحقات الضريبية في أوانها. جهود لنجاح البرامج الصحية في إقليم عنسبة. مباحثات لنجاح لتشكيل الحكومة الألمانية المتعثرة منذ شهور. 100,000 سلفادوري أضحوا مهددين بالطرد من أمريكا. واليابان تطالب بإجراءات أمريكية لمنع تكرار الحوادث في أوكيناوا. أهلا بكم من التفاصيل. توجه فخامة الرئيس إسياس أفورقي اليوم الثلاثاء 9 من يناير إلى جمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة إليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويلتقي الرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة التي تستغرق يومين بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين الآخرين لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ المجالات التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها مسبقا، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيتفقد الرئيس إسياس أفورقي خلال الزيارة مختلف مشاريع التنمية. ويرافق الرئيس إسياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان قبراب. وتهدف علاقة التعاون المرتكزة على مبدأ الاحترام المتبادل بين إريتريا ومصر للاستقرار والنماء المستدام اعتمادا على الفهم المشترك البناء للجوار وواقع أوضاع المنطقة والعالم. دعت وزارة المالية لدفع المستحقات الضريبية المحددة استنادا إلى الجدول الزمني الصادر في صحيفة إريتريا الحديثة. وأوضحت الوزارة أن التحصيل الضريبي مقسم ل3 أجزاء بموجب عمل قسم الإيرادات الضريبية الداخلية، حيث يتم دفع ضريبة الأنشطة التجارية والزراعية المخصصة في المرتبة ألف من شهر يناير حتى أبريل، والمرتبة باء من يناير حتى مارس، والمرتبة جيم في شهري يناير وفبراير. وقال المدير العام لقسم الضرائب الداخلية السيد يوهانس إساق لوكالة الأنباء أن على دافعي الضرائب في المرتبتين ألف وباء تخصيص سجل الحسابات بموجب القانون، مشيرا إلى أن الضريبة تدفع من الدخل التجاري الصافي وتكون استنادا إلى الدخول الضريبية من 2 وحتى 30% للنشاط التجاري و30% للجمعيات، ومن 2 إلى 20% للنشاط الزراعي. وذكر بأن عدم دفع الضريبة في أوانها يؤدي إلى عقوبات من 25 وحتى 90%، كما يعاقب دافع الضريبة ماليا بنسبة 125% عن الأموال التي تسلمها دون تقديم فواتير، إضافة إلى مساءلة المتهرب ممن دفع ضريبة جنائيا. ويعاقب أيضا لعدم دفع ضريبة الإيجارات في أوانها من 25 إلى 70%. وتشمل دفع الضريبة لكافة أصحاب الدخل والجمعيات من مداخل الإيجار والزراعة والماشية والمرتبات والمبيعات والمطابع. وأوضح عن القيام بدراسة تم من خلالها التعرف على الأنشطة التي لها إيرادات لكنها لا تدفع الضريبة، منها العمل في المجال الزراعي وصيد الأسماك دون رخص تجارية، ومقاولو بناء المنازل وتأجير المنازل دون اتفاقية أو خفض تسجيل سعر الإيجار، والعاملين في مختلف الأعمال المهنية والمداخيل المرتبطة بمناسبة الأفراح والأتراح. ويتطلب بذل الجهد المنسق لدفع الضريبة المستحقة عليهم. وقال المدير العام لقسم الضرائب الداخلية أن دفع الضريبة واجب على جميع أصحاب الدخل، ولها مضمون اجتماعي واقتصادي وسياسي، وترتبط مباشرة مع واجبات وحقوق المواطن، وتخصص الضريبة المحصلة لسد الخدمات الاجتماعية الأساسية. قدم مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة دعوة لتعزيز جهود المجتمع والإدارات والمهنيين الصحيين لإنجاح البرامج الصحية الموضوع. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور كسات إبراهيم سلومون في الاجتماع الذي عقد في حقات عن تنفيذ أنشطة فاعلة للعمل منصرم لضمان سلامة وصحة المواطنين بتضافر جهود المجتمع وإدارات الضواحي ووكلاء الصحة في الريف والمهنيين الصحيين. وقال يتوجب وضع برامج صحية جيدة لحصول المجتمع على الخدمات الناجزة وعلى الجميع المشاركة لتحقيق ذلك.
من جانبه قدم مسؤول مكافحة الأمراض الوبائية في إقليم عنسب السيد سقاي تخصص توضيحا حول أسباب وتأثير الأمراض المعدية وطرق علاجها، وشرح الأهداف المرجوة والأنشطة التي يتوجب على المجتمع القيام بها. من جانبهما أوضح مسؤول الإنجاب الصحي السيد دخلة السفمارين ومسؤول إصحاح البيئة في المكتب السيد برهان نقب مكدان أن حملات التعبئة لرعاية الأمومة والطفولة أسهمت في ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية وتحقيق نظافة البيئة في 150 قرية، وحث الاجتماع على تقوية دور ومساهمة المؤسسات المنفذة لإيجاد حل عاجل للمشاكل الصحية. أعلن مدير مديرية شامبوكو السيد تسفاي بايري لدى لقاء سكان بلدة شامبوكو بأن عملية تنفيذ إعادة توزيع الأراضي الزراعية ستنفذ قبل حلول موسم الخريف، وقال أن الهدف الأساسي من البرنامج هو الاستفادة المتوازنة للأراضي ورفع الإنتاجية، ودعا المواطنين للاستفادة الجيدة من الأراضي بموجب مرسوم الأراضي والعناية بها ووضع في الاعتبار الأجيال القادمة، وحث جميع المواطنين للمساهمة لإنجاح عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية وتعاون المزارعين مع اللجنة المنتخبة. في غضون ذلك دعا قائد مركز شرطة شامبوكو الملازم يوسف برهاني في الاجتماع السكان إلى التعاون مع الشرطة لضمان سلام واستقرار محيطهم ومكافحة ظاهرة الجريمة والمخالفات. أكد المزارعون في مديرية أمنا حيلة أن القروض التي يحصلون عليها تساعد لتقوية أنشطتهم وتحسين حياتهم المعيشية، وأوضح مزارعو عد حنس أن القروض التي حصلوا عليها من برنامج الادخار والقروض المسقرة مكنتهم من شراء الماشية وإيجاد دخل لأسرهم. وذكرت ممثلة البنك الريفي في المديرية الشابة نبيات براخي عن تقديم قرض بمبلغ 1.5 مليون نقفة تم توظيفه في أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة، وقد تم استرجاع 80% من القروض المقدمة حتى الآن. المشاهدون الأفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي لإنهاء المأزق السياسي الذي تعاني منه البلاد. وما زالت ألمانيا بدون حكومة جديدة حتى الآن بسبب تعثر المفاوضات السابقة لتشكيل ائتلاف حكومي رغم مرور 3 أشهر على الانتخابات البرلمانية الماضية. ويرى مراقبون أن هذه المباحثات تمثل فرصة أخيرة أمام ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي جديد. وشارك الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب ميركل في ائتلاف حكومي طوال السنوات 12 الماضية، لكن بعد نتائجه الضعيفة تاريخيا في انتخابات سبتمبر الماضي تعهد رئيس الحزب مارتن شولتز بأن يتحول إلى المعارضة. ويأمل الحلفاء الأوروبيون نجاح ميركل في مهمتها وتشكيل الحكومة للحفاظ على استقرار ألمانيا وبالتالي الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي. بدأت إدارة ترامب إلقاء تصاريح التي تمكن 200,000 شخص من السلفادور من الإقامة والعمل في الولايات المتحدة. ومنحت هذه التصاريح للسلفادوريين عام 2001 بعد أن ضرب بلادهم زلزالين مدمرين خلف أكثر من 1000 قتيل. ويمهل القرار السلفادوريين حتى حلول عام 2019 لمغادرة البلاد، وإلا سيتم ترحيلهم ما لم يجدوا طريقة تضمن لهم وضعا قانونيا للإقامة. وسحبت إدارة ترامب بالفعل تصاريح إقامة مؤقتة للحماية من عشرات الآلاف من مواطني هايتي ونيكاراغوا، والتي كانت تسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة. وتنتهي تصاريح الإقامة المحمية للسلفادوريين بعد 20 عاما على إصدارها لدواعي إنسانية جراء الآثار الناتجة عن الزلزال المدمر الذي قتل أكثر من 1000 شخص. طالب مسؤولون يابانيون الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء باتخاذ إجراءات شاملة لحماية المواطنين اليابانيين، وذلك بعد يوم من هبوط طائرة هليكوبتر أمريكية اضطراريا على أرض فندق في جزيرة أوكيناوا الجنوبية. وجاء الحادث بعد أيام من واقعة مماثلة وبعد الأحداث، ويعد الأحدث في سلسلة حوادث لطائرات عسكرية أمريكية في أوكيناوا،
والتي زادت من حدة المعارضة العامة للوجود الأمريكي هناك. وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونودورا في مؤتمر صحفي أنه دعا الولايات المتحدة إلى الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن وزير الدفاع جيمس ماتيس اعتذر عن الواقعة الأخيرة، لكن نظيره الياباني لم يشر إلى ذلك، رغم أنه قال أنه يشعر أن ماتيس على علم تام بالمسألة. ويتزايد الاستياء بين سكان الجزيرة الواقعة في جنوب اليابان إذ يتذمرون مما يعتبرونه عبئا غير ضروري لدعم وجود الجيش الأمريكي في هذه البلاد. تحدى العشرات من العرسان برودة الطقس ليعقدوا زفافهم الجماعي في درجات حرارة تحت الصفر بمدينة هاربين شمال شرقي الصين. وشارك في العرس الجماعي أكثر من 60 عريسا وعروسة ضمن مهرجان هاربين الدولي للثلج والجليد. وقال منظمو المهرجان أن أكثر من 1120 زوجا وزوجة من جميع أنحاء العالم شاركوا في هذا الحدث منذ بدأ تنظيمه قبل 34 عاما. واستعدت العرائس جيدا للحفل الذي يعقد في هذا الطقس البارد، حيث ارتدينا أحذية شتوية وسترات ثقيلة فوق فساتين الزفاف. مع أخبار قدوم كوتينو إلى القلعة الكتالونية ننهي وإياكم أيها السادة والسيدات هذه النشرة، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.